وبيظهر شكله اخيرا وبيكون اسمه شابروك، وهو قائد الفرسان المقدسين المقدس جارلينج. دي قوة لا يستهان بها فعلا، هيمنة محاربي الباف العالم الجديد، لكن احنا هنخضعهم لسيطرة حكومة العالم. وبيكون لوكي بينزف جدا وبيقرروا يمشوا، وهم عاوزين يخلوا الباف خاضعة لحكومة العالم. وبيقولوا لوكي انت بتشبهه جدا، هو قصده على شانكس، انت واحمر الشعر مش غرباء. وبيقف شامروك وتقول له غونكو ما تتدخلش فيما لا يعنيك. ايوه قرصان عظيم وتنين سماوي سيتساءل اي شخص ليه وجهان يقفان لنقيض العالم. وكانت غونكو هتهجم عليه، لكن شامروك يقول له ذلك القرصان هو توأم الاصغر. سحقا يا شباب، شانكس لديه اخ هو ايضا من الفرسان المقدسين، وشانكس عاد ذات مره الى الارض ماريجوا، لكن فضل العيش في العالم السفلي القذر. غريبه، الشقاقين اتمنى ان اقتلهم، يا لها من صدفه، انتوا هتدفعوا ثمن فعلاتكم، انتوا عارفين لو اتحررت هعمل ايه وايه اللي هيحصل. انا شاهدت مصير اصدقائي امام عيني، ساحمل هذا بداخلي وسانتقم لهم. بيقول له شامرونج انت بان عليك بتهددني وبتستفز لوكي، وبتقول له غونكو ده مش بيستحق حاجه. بيقول لها ايوه انا لست بحاجه، انا لطخ يدي بشخص مثله. بيطلع سيفه وبتطلع اعين غريبه على السيف، وبيطلع دخان غريب منه، وبتكون هاله مرعبه اتيه من السيف اللي بيخرج منها ذئب، ولكن ده بيظهر له ثلاثه الرؤوس، وهو ده كريبيو سيف شامروك. وبيكون لوكي مصدوم، ايه الاشياء ديت؟ بيقول له ده سيفي، وبيخرج منهم سيوف، وبتجهز غونكو وسيله هروبهم على هيئه طائر، وبتقول له يخفي حضوره وايه اللي هيشعروا بيهم. يبقى شامروك السيف يهجم على لوكي وبيرجع سيفه تاني وبيمشي. بيقول له لو انت نجيت من الهجوم دوت يبقى تعالى انتقم مني، وحينها سوف اقاتلك بنفسي. انت تقصد ايه بالهجوم؟ ده طلع شامروك هجم على لوكي، لكن ساعتها الهجوم ما جاش فيه. وبيلاقي الذئب رجعت باتجاه لوكي تاني وبيحاول يفك نفسه بسرعه. انا هقتلكم كلكم ايتها التنانين السماويه، لكن دول بيندفعوا بسرعه عليه، ما بيكونش عارف يهرب وبيواجه مصيره، وتخترق السيوف في جسده، وباين كده نهايه لوكي. بيقول له شامروك باين كده عمليه اخضاع الباف هتبقى صعبه جدا. بتقول له انت قلت انك هتغير الخطه. بيقول لها احنا هنقوم بخطف اطفال العمالقه اولا. بيقول لها استدعي فارس اخر، ده باين كده داخلين على معركه طاحنه في الباف. ونروح للقلعه اللي فيها لوفي والباقي. بيكون لوفي متعصب جدا ان العمالقه قالوا ان شانكس عمل فيهم كده، وهم متاكدين من دوت، ولكن لوفي مش مستوعب الامر. شانكس عمره ما يعمل كده وانا عارفه. بيقول له زورو شانكس كان هنا من قريب، هتلاقيه لسه موجود. وبيقول له لوفي شانكس طيب مش شرير، وانا واثق من دوت، وتقريبا دي شخصيه منتحله لشخصيه شانكس. بيقول له العملاق طالما مش هو هيبقى اخيه. وبيكون لوفي متعجب من كلامهم. بيقول له اخيه؟ انا عمري ما شفت شانكس يتحدث عن عائلته، ده كان طفل في صندوق في سفينه روجر، وروجر والطاقم اصبحوا عائلته. فبتكون في شخصيه مجهوله اتيه الى القلعه اللي موجود فيها لوفي والباقي، وبنشوف فرانكي مع ريبلي، وبيكون مصدوم من حجم شجره ادم وعاوز يشوف اكتر. وبتقول له ريبلي في رسومات هنا فيها الشجره صنعت بواسطه الاطفال، ولكنها تحجرت فيها الشجره. وبيروح فرانكي عشان يشوفها وبيكون مصدوم، لكن ازاي الاطفال رسموها؟ دي بتضم شعوب مختلفه ومفيش عمالقه حتى كتير. بتقول له ريبلي الرسمه دي اترسمت منذ 900 او 800 سنه، وده معناته في حقبه القرن الفارغ، والشعوب كانت ما بينهم خلافات وحروب ومفيش ثقافه متبادله، لكن هي لا تزال رسوم وخيال الاطفال، وهي اصبحت من ارث الباف. بيكون فرانكي عايز يوري الصوره دي لروبن. بنشوف الاطفال بيلعبوا وبتكون الاجواء سعيده جدا. وبيروح لمكتبه البومه، وبيكون ساول بيدور على كتاب معين وبيلاقيه، وبيكون هو ده كتاب هارلي المشهور، وهو بيضم تاريخ الباف. وبيقول ساول الكتاب ده بيضم حاكم الشمس نيكا، والناس كانوا بينشروا تراث نيكا في السر في العالم كله، وكانت هناك خلافات حول شخصيته. هناك اشخاص يقولون انه حاكم الدمار او حاكم التحرير، لكن العالم اتفق على صفه واحده وهو يظهر على ايقاع الضحك والرقص. يبقى ساول رقصه نيكا، وبنشوف العمالقه بيحتفلوا وبيرقصوا رقصه نيكا برضه. يقول لها ساول الكتاب ده بيضم 3 فصول، والفصل الثالث بيضم عالمنا دوت، يعني هذه الحقبه وعلى ما سياتي قريبا، وبتكرهها روبن. وبيكون فرانكي مصدوم من رسوم الاطفال، وبين كده هي بتضم لغز كبير جدا فيها المستقبل وفيها الماضي وعلى اسرار القرن الفارغ. وكده وصلنا للنهايه، وبين كده الاحداث الجايه هتبقى جنونيه تماما، وهناك حرب كبرى اتاها الالباف. ترى لوفي والباقي هيتعاملوا معاها ازاي؟ وهل لوكا هينجو من هجومه ام لا؟ ومن تلك الشخصيات المجهوله؟ وده كل ده هنعرفه في الحلقه القادمه. ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك الجميل على الفيديو.